ميت من الجوع ونفسي هفاني على بيتزا بالاناناس. اوه ماي جاد. فطلبتها اونلاين فاروح اجيبها دلوقتي. فيلا بينا وبسم الله اكلة النهارده. طبعا انا جيت هنا يا جماعه، فاللي شغاله جوه شكلها نسيت ولا حاجه يعني، فقالت لي يعني معلش 10 دقايق كمان وهم هيشيلوا حق البيتزا يعني. انا قلت لها لا عادي مفيش مشاكل يعني. فقالت لي طب خد حتى مشروب وكده مجانا يعني. قلت لها لا انا هستنى بره في العربيه وخلاص. حصل خير على فكره، حصلت قبل كده كذا مره، بتاع مرتين قبل كده معايا يعني، في فترات متباعده يعني بتحصل يعني. فانا عديتها يعني مفيش مشاكل يا جماعه عادي. هنستنى البيتزا 10 دقايق كمان. وجبنا البيتزا. يلا بينا بقى على البيت. بسم الله. يلا بسم الله بسم الله. اوه ماي جاد يا عم ميسو، بيتزا بالراس. ادي يا عم ميسو، يا حلاوتك يا عم ميسو، يا جمالك. يلا بسم الله بسم الله. بصوا يا جماعه، طبعا البيتزا بقى ايه؟ لحمه بيف طبعا، اناناس، او ماي جاد، زيتون، بصل. اوه ماي جاد. ادي يا عم ميسو، مشروم. بسم الله. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد يا عم ميسو. وحشني جدا والله بجد يعني. ربنا يعلم بحبكم قوي. طبعا زي ما قلت لكم البيتزا المفروض كانت تاخد 14 دقيقة. أنا كنت طلبتها 4 و10. المفروض تخلص 4 24. فأنا رحت هناك بعد ربع ساعة ما كانتش خلصت. كانت هي نسيت يعني، نسيت طبعا. أنا يعني إيه، قالت لي هنديك بيتزاية مجانا فري واحنا اسفين وكده. قلت لها لا مفيش مشاكل. قالت طب خد طب مشروب اي حاجه طبعا. قلت لها لا عادي هستنى 10 دقايق مفيش مشكله يعني. حصلت معايا قبل كده يعني، بيبقى عندهم ضغط وبتاع. لكن لو في مصر لو رحت مطعم هناك والطلبه بتاعتك اتاخرت، قول له طب اديني اي حاجه هيديك على فاك. ادي يا عم، مش بحبكم والله. النور باظ اهو، النور باظ. ده ام الفيديو لسه ما نزلش.